عمرك ما هتلاقي حد بيخزن البامية بالطريقة دي غير في القناة دي بس. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة على القناة ودوسوا لايك. المتابعة هي الاشتراك، زرار الاشتراك ما بيعضش يا جماعة. اتقوا على الاشتراك كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. طبعا هتجيبي البصل بتاعك او ايا كانت الطريقة اللي انت بتحبيها في تقلية البامية بتاعتك. انا تبلت بصل، ما رضيتش اوريكم من اول الفيديو عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. عملت تقليه عاديه خالص كاني بقلل اي حاجه. الباميه بتاعتك جبتيها صغيره جبتيها كبيره بالطريقه اللي انت بتحبيها، كل واحد بيجيب بالطريقه. انا عملتها في صغيره وعملتها في الكبيره، هي نفس الطريقه. دي اصلا باميه جايه لي يعني هديه من حد جنبنا. بتجيبيها تغسليها كويس وتقمعيها وتبداي انت تحطيها في الصلصه. تبداي بقى تقلبي فيها كويس جدا بحيث ان هي تبقى متغلفه كلها بالتقليه كويس جدا. شايفه انت الغليان اللي في الجنب ده؟ لحد ما تبقى كده بقى. بتجيبي فصين توم محترمين، عليهم قرن فلفل، عايزه حراق ماشي، عايزه بارد مش عادي برضو، ده اختياري مش اجباري. وتقومي جايه دقهم كويس وحطاهم عليهم. تبداي تقلبي فيها لحد ما تلاقي ريحتها طلعت. اول ما الريحه تطلع وتشم ريحه التوم تقومي جايه طافيه عليها وتسيبيها تبرد خالص خالص خالص. وتجيبي اكياس تلاجة تعبيها فيها وتحطها في التلاجة في الفريزر بتاعها. بتقعد سنة. سنة بتطلعيها بنفس الطعم بنفس الريحة بنفس اللون. لا بتسمر ولا بتخضر ولا أي حاجة. واللي يقولك بتبوظ ده غبي ما بيفهمش حاجة. ما بتبصي، جربيها بس بالطريقة دي وهتدعيلي. بتطلعيها تحطي الكيس في الحلة وتزوديها الشوربة، تزوديها المية، زوديها اللي انت بتزودوه لها كأنك لسه عاملاه. أولا هتسهل عليكي كتير جدا. ثانيا بتطلع زي ما هي. لا تقعدي بقى تفرزيها نية، تقعدي تعملي بقى اغلي مية وبرد مية وحط ليمون حط خل ولا الكلام الفاضي ده كله. اعمليها بالطريقة دي وهتدعيلي. أهم حاجة عايزة متابعة للقناة. يلا تعالوا.